السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما كاملين في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. غنعطيكم بعض الاحداث من مسلسل عيشه. كيف ما شفنا في الحلقات اللي دازوا، اماني تخاصمات مع عيشه وجمعات حوايجها ومشات عند امها للخدمه، سمعتها هضره قاصحه بزاف وهربات مع مهدي. عيشه كيف شفنا ملي رجعت للدار كتفاجئ باللي بنتها هربات مع مهدي وتزوجات به بلا خبارهم. خلات ليها غير ميساج في التليفون قالت لها باللي تزوجات بمهدي. اماني حتى غادي تسكن مع مهدي في الدار ديال مو، عاد غادي تكتشف الوجه الحقيقي ديالو. غادي تندم بزاف وغتحس بالغلطه اللي دارت في حق راسها وفي حق امها وعائلتها. ملي غادي تسكن معاه في الدار عاد غتشوف الوجه الحقيقي ديالو، غادي يولي يعنفها كي قلت لكم، غيولي يضربها، غادي يولي يحيد لها الخلصه ديالها كامله، وعاد غادي يتعامل معاها بحال الخدامه في الدار. غنشوفوا في الحلقات الجايه بلي اماني غتشوف الوجه الحقيقي ديال مهدي، حيت غيولي يعنفها يضربها، غيولي يحيد ليها الخلصه ديالها كامله وغيتكرفص عليها بالمزيان. اماني فاش كانت عايشه مع امها كانت كتشكى على مهدي وكتقول له بلي انا هزه حمل ثقيل، كنعاون كنخلص المدرسه الاختصارا وكنعاون الدار في المصروف. ولكن ملي غتسكن مع مهدي في الدار مو، عاد غادي تشوف الحمل الثقيل ديال بصح، حيت مهدي غادي يولي يتعدى عليها بالضرب وبالمعامله السيئه، زائد انها حتى ابسط الحقوق ديالها وابسط الواجبات ما غاديش يعطيهم ليها وما غاديش يوفرهم ليها. غيحيد لها الخلصه ديالها كامله، غادي تولي كتصرف عليه وعلى الام ديالو وعلى الناس اللي كيجيو عنده كاملين. ملي غادي تحاور معاه وغادي تحاول معاه باش يقلب على خدمه وباش يهز اللحم من شويه ويحس بمسؤوليته، غادي يولي يضربها ويعنفها، غيولي يحبسها في الدار، ما غيخليها تبقى دير حتى شي حاجه. اماني غتحس بلي تزوجات بانسان مريض نفسيا وكل شيء عنده بالضرب والعنف. واخا غادي تبغي تفك راسها منه ما غاديش تقدر وما غاديش تلقى كي دير، حيت خسرات صورتها مع ماماها ومع عائلتها. المهم غتعيش عيشة القهرة معاه، غتحاول تهرب من مهدي ولكن ما غاديش تلقى كيفاش دير، غتجمع باليستها وغادي تحاول تهرب ولكن غادي يحصلها وغادي يسد عليها وغيضربها. غتحاول تعيط لامها، تبقى تعيط عيشه عيشه، امها غتخليها تكتشف الغلطه ديالها وتحمل مسؤوليتها بوحدها. وهنا اصدقائي كيف ما قلت لكم في العنوان، الشخص اللي غادي يتدخل وغيعتق اماني من مهدي وغيخرجها من هاد الزويجه ديال الذل والقهره هو الاب ديالها، الطليق ديال عيشه، اللي غتصل به ماما عيشه وغادي تقول ليه على هذا الشيء اللي واقع، وغتطلب منه انه يجي لبناته ويحاول يهز المسؤوليه مع عيشه ويفكوا المشاكل اللي بيناتهم. بالفعل الاب ديال اماني ملي غيجي وغيشوف المصايب اللي فيها بناته غادي يحس حتى هو بالغلطه ديالو وغيحاول يصلح. الا كاين ما يتصلح غادي يهضر مع عيشه، غيحاولوا يتفاهموا ويصلحوا المشاكل اللي عند بناتهم. المهم الاب ديال اماني غادي يدافع على بنته وغيدير كل ما في جهده باش ما يخليش مهدي يبقى حاقر على اماني، خاصه انه حاقرهم حيت شافهم غير وليات وما عندهمش الجهد. المهم اصدقائي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو غيدير بابات اماني وكيفاش غيتصرف مع مهدي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، خليتكم على خير. وما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وديروا لايك للفيديو باش توصلوا بكل جديد ديال الفيديوهات اللي غادي نحط لكم. خليتكم على خير.